البرنامج عامة. بسم الله الرحمن الرحيم. هي دورة دولية نيجيريا بمناسبة 30 سنة على الرئيس السابق لنيجيريا، واللي منظمها شركة إنجليزية تركية يعني. فيها فرق، هم 8 فرق. الإسماعيلي المصري، وفرقة من اليونان اسمها ايكي، وفرقة من ألمانيا هانزاروت، وفرقة من تركيا كايزر سبورت، وفرقة من ساحر العاج، وفرقة من غانا، وفرقتين من نيجيريا. يعني الفرقة نيجيريا فيها فرقتين نيجيريا، وباقي الفرق من الدول الثانية. طيب دي تحت 18 سنة. تحت 18 سنة. عايزين تكلمنا على طبعا احنا عارفين ان انت كنت المدير الفني لفريق 17 سنة ومحقق بطولة المنطقة الحمد لله عن جدارة. اللعيبة اللي انت واخدها هل كلها من 17 سنة ولا مطعم مثلا في لعيبة؟ لا، هي البطولة هي 18 سنة عشان وصلنا احنا اخر الموسم، وبقت فرقتي 18 سنة ان شاء الله الموسم الجاي. عشان كده اهوت هم فرقة 95، هي مواليد 95. طيب اللعيبه اللي ماشيه معاك كام لاعب البعثه؟ ان شاء الله باذن الله هي البعثه 25 فرد او تقريبا 26 فرد، فيهم 18 لعيب. فيهم 18 لعيب. وجهاز فني وجهاز الفني وطبعا حد من مجلس الاداره. احنا سامعين ان ممكن يكون الحاج محمد ابو السعود رئيس بعثه. ان شاء الله باذن الله احتمال كبير. طيب كابتن احمد، استعداداتك السفر امتى ان شاء الله؟ ان شاء الله باذن الله يوم 10/5 باذن الله. 10/5. طب من هنا 10 ل 9 عشان البطوله يوم 11/5 ان شاء الله. طيب من هنا لحد السفر ان شاء الله استعداداتك طبعا في برنامج معين؟ هو احنا حطينا برنامج، هو فاضل لنا يعتبر كده شهر بالظبط على السفر. عاملين تمرين 5 وحدات تدريبيه في الاسبوع، ومباراه وديه في اخر الاسبوع، ويوم راحه ان شاء الله. يعني كل اسبوع يعني عندك 4 ماتشات وديه؟ 4 ماتشات ان شاء الله لحد ان شاء الله لغايه البطوله. طب هتعمل مع فرقه كابتن من هنا من اسماعيليه، ولا هتعمل مع فرقه خارج اسماعيليه؟ ان شاء الله باذن الله هنعمل مع فرقه هنا في اسماعيليه وخارج اسماعيليه ان شاء الله. وطبعا ممكن نلعب سن اكبر مننا، يعني ممكن نلعب فرق درجه ممتاز به الفريق الاول بتاعهم ولا حاجه. طيب احنا عارفين نيجيريا وعارفين طول القامه، اللعيب يبقى 17 سنه وما شاء الله. هل ده مش يعني مش مخوفك شويه ان اللعيبه؟ لا طبعا احنا عندنا نيجيريا. لا احنا عندنا لعيبه كويسه، وطبعا الفرق الاوروبيه اللي جايه طبعا في سننا. انا بتكلم عن نيجيريا بس، او الفرق الافريقيه عامه بتبقى يعني الفرق الافريقيه تبقى مسننه، بس ان شاء الله باذن الله احنا باذن الله نتفوق عليهم بالمهاره، يعني اذا كان هم عندهم قوه لعيبتنا عندها مهاره. احنا يا كابتن بنتمنى لك التوفيق ويا رب ان شاء الله نبارك لك لما ترجع وتكون واخد البطوله. ان ما خدتش البطوله يبقى هتدي صوره ان شاء الله جميله. لا شيء كويس ان شاء الله. الفرقه يعني عمرها ما حصلت في تاريخ النادي الاسماعيلي ان الفرقه تطلع بره مصر في السن الصغير، فان شاء الله باذن الله تبقى رحله موفقه ان شاء الله باذن الله، ونقدر نعمل حاجه باسم النادي الاسماعيلي واسم مصر، عشان احنا بنمثل مصر ان شاء الله. كابتن ربنا يوفقك وبالتوفيق دايما. شكرا.